أنغام أزمة صحية وتفاصيل 3 عمليات جراحية أجرتها في 2022. تعرضت النجمة الكبيرة أنغام لأزمة صحية جديدة خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى أحد المستشفيات الكبرى، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وذلك بحسب البيان الصادر عن أنغام. ورغم النجاح الكبير الذي حققته أنغام خلال عام 2022 من خلال الحفلات التي أحيتها على مدار الشهور الماضية أو الأغاني التي طرحتها محققة مشاهدات عديدة، فضلا عن برنامجها الغنائي الشهير المذاع عبر فضائية DMC يومي الخميس والجمعة، والمعني باستضافة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلا أن 2022 شهدت عدد من الأزمات الصحية لأنغام، فلم تكن أزمتها الصحية الحالية هي الأولى لها في العام الجاري. أنغام تتعرض لأزمة صحية جديدة، حيث نشرت الصفحة الرسمية لأنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان لها مؤخرا جاء فيه: تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن. حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول. نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل. أنغام تخضع لجراحتين في الكتف واليد. وفي مايو الماضي تعرضت أنغام لأزمة صحية أخرى عندما نشرت مديرة أعمالها راندا رياض صورة لها من داخل المستشفى معلقة عليها: 1000 مليون سلامة عليك يا ست الستاتي، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا. لتتصدر أنغام وقتها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف اليوم السابع عن خضوها لجراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف. وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة. وفي نفس التوقيت أجرت أنغام أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل في أوتار اليد، وقضت بعدها فترة نقاهة ل6 أسابيع اضطرت فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج طبيعي. وفي أول ظهور لام أنغام آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلك الأزمة الصحية، كتبت أنغام عبر تويتر: شكرا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كثير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي. ألف شكر، وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.